ليه احنا بنعمل كده في اولادنا؟ وعلشان ايه الطفل ده يطلع عنده عقد نفسيه. السلام عليكم، ازيكم؟ المدارس قربت، كل سنه وانتم طيبين. الفيديو ده هتكلم عن شويه نصائح نعملها مع اولادنا علشان نهيئهم نفسيا للدراسه، وكمان علشان السنه الدراسيه تكون خفيفه علينا وعلى اولادنا. طبعا المدارس بتبقى فرصه حلوه لينا جدا احنا كأمهات علشان نفصل شويه من الولاد، وكمان اليوم بيبقى منظم اكتر، يعني النوم بيبقى بدري والصحيان بدري، فبيبقى اليوم منظم اكتر من الاجازه بشكل كبير. رقم واحد، هنعمل تهيئه نفسيه لتحضير ولادنا قبل الدراسه. احنا كلنا بنهتم بالتحضيرات الماديه زي الادوات والزي المدرسي والشنط والحاجات دي كلها، لكن بننسى نهيئ ولادنا نفسيا علشان الدراسه، والموضوع ده مهم جدا، خاصة لو الطفل بيتنقل من مرحلة دراسية لمرحلة دراسية تانية، أو أول مرة يدخل المدرسة، سواء في KG1 وبيدخل سنة أولى، أو بيدخل أولى إعدادي، أو بيدخل أولى ثانوي. المراحل دي كلها مهم جدا إن احنا نعمل تهيئة لأولادنا فيها. الحاجة التانية، هبطل كلام سلبي قدام الولاد، لأن ده بينعكس عليهم سلبيا. زي ايه مثلا؟ زي انا بحكي لصاحبتي، بكلم اختي في التليفون، قاعده مع جارتي، دايما بتكلم على المدرسه باسلوب سلبي او بطريقه سلبيه، انه المدارس جايه وقرف الدراسه جايه ومصاريف الدراسه والمذاكره والحاجات دي كلها بتخلي الطفل داخل مشحون من الدراسه من قبل ما تبدا. فبلاش الكلام بطريقه سلبيه عن الدراسه بقدر الامكان قدام الولاد. عكس، انا هقعد مع ابني واقول له انت ما شاء الله كبرت وداخل مرحله جديده، وهيبقى لك صحاب وهتعمل أنشطة وحاجات جميلة في المدرسة. تحب يبقى عندك كام صاحب في المدرسة؟ طب تحب صحابك يبقى عاملين ازاي؟ ايه الصفات اللي انت تحب انها تبقى موجودة في صحابك؟ بالطريقة دي انت بتعملي تشويه لابنك، هيبقى مستني المدرسة. هتقعدوا مع بعض مع كل ابن من ابنائك وتحطي جدول مع بعض، هتقولي له انت عايز اليوم بتاعك بعد ما تيجي من المدرسة، بعد ما ترجع من المدرسة اليوم بتاعك يبقى عامل ازاي؟ هل تحب تريح شوية، ولا تحب تبدأ في واجباتك على طول؟ هل تحب تتغدى أول ما ترجع، ولا تحب تاكل سناك خفيف وبعدها تتغدى؟ نتفق مع بعض على وقت النوم. هتقولي له انت هيبقى عليك واجبات ومذاكرة، كل ما تخلصهم هتاخد المكافأة بتاعتك. فكل ما تخلصهم بدري هتقعد على التليفون او التلفزيون او تتفرج على التلفزيون بدري. وطبعا هيبقى عارف ان ممنوع التلفزيون قبل ما يخلص الواجبات بتاعته، علشان انت بتستخدمي ده كحافز علشان ينجز في المذاكرة وفي الواجبات بتاعته. الحوار مع الطفل قبل الدراسة وان انتوا تظبطوا اليوم مع بعض ده مهم جدا، علشان الطفل ما يحسش انه مجبر على حاجة، بالعكس هيبقى داخل متحمس ان هو ينفذ الكلام اللي انتوا اتفقتوا عليه. حتى لو التنفيذ مش هيبقى بنسبة 100%، ولكن هيبقى في قواعد أساسية هو عارف انه ما ينفعش يتعداها، زي مثلا ان هو مش هيتفرج على التلفزيون الا لما يخلص واجباته، مش هيلعب الا لما يخلص مذاكرته. هتقعدي مع اولادك كمان وتحطي نوايا للدراسه، هتقولي لابنك يا ترى احنا بنروح المدرسه ليه؟ احنا ليه بندرس؟ احنا ليه بنتعلم اصلا؟ وهتساعديه في ان هو يطلع نوايا. هتقولي له مثلا علشان اول كلمه نزلت في القران على الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه اقرأ، علشان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وعلشان ابقى ناجح وشاطر في مجالي. وهتحضري مجموعة نوايا تقوليها لأولادك وتسمعي منهم كمان. طيب، هل الأطفال هيستوعبوا الكلام ده؟ أيوة، من سن 7-8 سنين هيستوعبوا الكلام ده كويس. وحتى لو ما استوعبوش فانت كده بتوسعي مداركه، ومع الوقت هيستوعب الكلام اللي انت بتقوليه. في مقولة حلوة قوي بتقول كبريه يكبر. انت فعلا لما بتعاملي ابنك على ان هو كبير، سواء بالكلام، طريقة كلامك معاه او طريقة معاملتك معاه، فهو فعلا مع الوقت تفكيره بيبقى كبير وتصرفاته بتبقى تصرفات حد كبير. فدايما اتكلمي مع ابنك وتوسعي معاه في الحوار، ما تقوليش ده هو صغير مش هيفهم حاجة. طب الحاجة اللي بعد كده مهمة جدا في الأيام دي، في الأجازة قبل الدراسة، نظبط النوم. طبعا الولاد في الأجازة كلها بيبقى نومهم مش متظبط، غالبا بيناموا متأخر ويصحوا متأخر. ففرصة الأيام دي تبدأ تظبط النوم واحدة واحدة، علشان لو ما ظبطوش النوم تقريبا أول أسبوع في الدراسة بيبقى مقريفين وصداع وعدم تركيز وفاقدين للشهية بسبب عدم النوم كويس. فممكن نصحى بدري نص ساعة وننام بدري نص ساعة، ونزودها واحدة واحدة لحد ما النوم يتظبط. عايزة أقول كمان إن أي تجربة جديدة عند الطفل بترتبط باللذة أو بالألم.
لأن تجربة الدراسة عندنا بتبقى مرتبطة بالخناق على المذاكرة وبالضرب والضغط والشد اللي في البيت علشان المذاكرة مهمة جدا يا جماعة، بس ما نديهاش أكبر من حجمها، لأن في ناس بمجرد الدراسة ما تبدأ فهم بيعلنوا حالة الطوارئ في البيت. ممنوع زيارات، ممنوع خروجات، ممنوع أي نوع من أنواع الترفيه لحد السنة الدراسية ما تخلص. والحقيقة مين اللي يستحمل ده؟ سواء الولاد أو إحنا كأولياء أمور مش هنستحمل الضغط ده. وافتكري دايما ان نفسية ولادك اهم من اي حاجة في الدنيا. ساعدي ابنك ان هو يذاكر وساعدي ابنك ان هو يتفوق، ولكن كل طفل ليه قدراته الخاصة بيه. ما ينفعش تضغطي عليه علشان يحقق حاجة انت بتحلمي بيها، ما ينفعش تضغطي عليه علشان يبقى زي فلان. انا بشوف امهات ولادها اولى وتانية وتالتة ابتدائي بيضربوا ضرب جامد جدا علشان هو مش عايز يقعد يذاكر، او علشان هو مش عارف يستوعب كويس، او علشان هو اقل شوية من صحابه اللي في المدرسة. ليه احنا بنعمل كده في اولادنا؟ وعلشان ايه؟ الطفل ده يطلع عنده عقد نفسية كتيرة جدا، هيطلع بيكره المذاكرة، هيطلع يكره اللي حواليه، هيطلع يكره الاب او الام اللي بيضربه. السلام عليكم.